خليت الذكاء الاصطناعي يمنتج فيديو كامل شورتس، وانا كذلك همنتج نفس الفيديو، بس هيكون هنا فكرة التحدي ان اللي هيمنتج فيديو افضل هو اللي هيكمل. يعني لو الذكاء الاصطناعي غلبني خلاص مش هكمل في الطريق المونتاج ده تاني، اروح اشوف لي اشتغل سباك ولا كهربائي ولا حاجة زي كده. فالمهم لو عجبتك فكرة الفيديو حط لايك واشترك في القناة وتعليق جميل كده يفكرنا بيك، وبس شوف الفيديو. وانا بعمل سيرش على النت ايه افضل ذكاء اصطناعي ممكن يمنتج فيديو، لقيت ذكاء اصطناعي اسمه بيس.ai تقريبا اسمه كده، وده ذكاء اصطناعي متطور جدا وبيعمل فيديوهات يعني ما شاء الله حاجة الله اكبر. فده هيزود من مستوى صعوبة التحدي، وده خلاني ان انا اتحمس، اللي هو اصلا انا عايز اسيب المونتاج يعني. فالمهم عشان اعرف استخدم بس اي دخلت وبحثت عنه في يوتيوب، ولقيت شروحات كتيرة جدا جدا جدا، وما شاء الله دافعين فلوس ليوتيوبرات وعاملين اعلانات. لو حابين تعملوا معايا اعلانات اهو الايميل بتاعي يعني. ودلوقتي هبدأ في اختيار الفيديو اللي هيحدد مصيري في المونتاج، وهيكون اختياره طبعا من قناة دوبامي كافين، لاني بلاقي فيها فيديوهات كتير جدا مش متمنتجة، وعلى الاقل بتكون فيديوهات مفيدة وممتعة. فهختار الفيديو المناسب وابدأ في المونتاج، وهتكون الجزئية اللي انت هتشوفها قدامك دي دلوقتي. ناصر تكلم عن كتاب كيف تمسك بزمام القوة. أحب أقول لك يا صديقي الجميل مع كامل الأسف لن أشرح هذا الكتاب، وفي هذا الفيديو راح أعلمك ليش. بعطيك 5 قوانين من 48 قانون اللي هو حطها روبرت جرين في هذا الكتاب، عشان أأكد لك إنه كتاب لا يستحق إنك تضيع فيه لا مال ولا وقت ديو. جهز كوب قهوة محترم وخلنا ندخل في تفاصيل انا كده المفروض اوريكم الفيديو اللي من انتاج الذكاء الاصطناعي الاول، بس في مشكله صغيره حصل. لما دخلت على موقع بيس.ai اكتشفت ان الموقع بفلوس، وطبعا انا بالعافيه دفعت فلوس النت عشان اصور لكم الحلقه دي. فقررت ان انا استخدم ذكاء اصطناعي تاني احسن منه بكتير وعلى الاقل ببلاش، اسمه vid.ai. بيمنتج فيديوهات برضو كويسه جدا واحنا ممكن نستعمله عادي. وهيكون الفيديو اللي هيمنتجه برضو عن مقدمه للكتاب بتاع روبرت مش عارف ايه ده. يعني انا هاخد من قناه دوبامي كافين اللقطه اللي اتكلم فيها عن الكتاب ومنتجها، والذكاء الاصطناعي هيبقى عنده نص جاهز للمقدمه عن نفس الكتاب، واحنا الاتنين هنمنتجها وكده يعني. لان للاسف مفيش خيار في الموقع ده يسمح لي ان انا امنتج الفيديو اللي موجود عندي، يعني الفيديو موجود عندي خليه يتمنتج، لازم غصب عني اعمل فيديو جديد خالص. وعادي يعني مش هتفرق قوي، المهم المنتج كويس هو اللي يعيش ويكمل يعني، مش مهم قوي يعني، المهم ان المنتج كويس هو اللي يستمر. ودلوقتي هوريكم الفيديو اللي منتجه الموقع بنفسه. في عالم مليان صراعات ومنافسة، القوة مش بس في العضلات ولا في الفلوس، القوة الحقيقية في الذكاء، في إنك تعرف تسيطر على نفسك وتفهم غيرك وتستخدم ده لصالحك. كتاب 40 قانون للقوة لروبرت جرين بيكشف أسرار العظماء والحكام والمفكرين، قوانين استخدموها عشان يحققوا نفوذهم ويحافظوا عليه، من أول إنك تخفي نواياك لحد إنك تتحكم في مشاعر غيرك. القوانين دي مش مجرد نظريات، دي تكتيكات للحياة اليومية. في الملخص ده هنعرف مع بعض أهم الدروس اللي ممكن تغير طريقتك في التفكير وتخليك تفهم إزاي تحمي نفسك من التلاعب، وفي نفس الوقت تبقى شخص أقوى وأذكى في تعاملاتك. دلوقتي شفنا الفيديو اللي من انتاج الذكاء الاصطناعي، هندخل على الفيديو اللي انا منتجته من قناة دوبامي كافين ونشوف ونتأكد هل انا هكمل في المونتاج ولا هسيب الذكاء الاصطناعي يشتغل مكاني. متنساش تحط لايك واشتراك عشان تعبت في الفيديو ده. طالما اتكلمنا عن منتج علمي يبقى لازم نتكلم عن ورق. انا قررت ان انا استخدم الستايل الورقي، وهعمل انيميشنات دخول وخروج لكل لحظة ولكل فريم عشان تبقى مريحة للعين كده وتحس الموضوع منسق والحاجات ما تدخلش في بعضيها. وبرضه هعمل لها زي كده ان هي بتتحرك حوالين نفسها او بتدور عشان ما تبانش مملة وتشد الانتباه. واستخدمت اللون الاخضر برضه بشكل كتير، مش عارف ليه بس هو عجبني يعني. وده ان شاء الله الفيديو اللي هيخليني اكمل في مسيرتي في المونتاج وما اشتغلش سباك. ناصر تكلم عن كتاب كيف تمسك بزمام القوة. أحب أقول لك يا صديقي الجميل مع كامل الأسف لن أشرح هذا الكتاب، وفي هذا الفيديو راح أعلمك ليش. بعطيك 5 قوانين
من 48 قانون اللي هو حطها روبرت جرين في هذا الكتاب، عشان أأكد لك إنه كتاب لا يستحق إنك تضيع فيه لا مال ولا وقت فيديو. جهز كوب قهوة محترم وخلنا ندخل في تفاصيل الحلقة. وده كان فيديو النهاردة. اكتب لي في التعليقات أكمل في المونتاج ولا أنزل أشحت بالجيتار، واكتب لنا في تعليق أفكارك لفيديو جاي، علشان لما أوصل 1000 مشترك هعمل أقوى تحدي ممنتجين عرب بالهاتف.